مساء الفل يا بنانيت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو عايزة تتعلمي تعملي هارد جel لنفسك في البيت او مهتمة انك تشتغلي في المجال بتاع الاظافر والجل والهارد جel وكده، او حتى لو حابة تعرفي خطوات الهارد جel حتى لو مش هتعمليه لنفسك، فالفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض النهاردة هارد جel بالديزاين البسيط اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. اول حاجه انا جبت المبرد الكهرباء وبدات اقشر الجيل بولش اللي انا كنت عاملاه قبل كده. اللي انا عاملاه ده جيل بولش مش هارد جيل، هقشره بالمبرد الكهربائي بالسلاح بتاع الصنفره اللي انتوا شايفينه ده. الجهاز اللي هو المبرد ده بيجي معاه 5 اسلحه، الصنفره دي واحده من ضمن الاسلحه بتاعته، وبيبقى استخدامها بس في انك تقشري بيها الجل او الهارد جيل، يعني ملهاش اي استخدامات تانية، هي بس انك تقشري بيها لان هي حادة جدا، خشنة جامد، فما ينفعش تستخدم في اي حاجة تانية. المبرد الكهرباء اللي انا بستخدمه ده للاستخدام الشخصي، في منه بيبقى حاجة اعلى شوية بتبقى للناس البروفيشنال للشغل. انا كنت جايباه عشان في البداية. بصوا هي دي الاسلحة بتاعته اللي انا كنت ماسكاها في ايدي. دلوقتي انا بغير السلاح عشان خلاص بعد ما قشرت كل اللون. دلوقتي هبدأ اشيل الجلد الزيادة، الجلد الميت اللي من ورا كده في الضفر، بشيل كل الجلد الميت الزيادة ده وابدأ انضف حوالين الضفر. كنت بقول لكم ان المبرد اللي معايا ده مبرد للاستخدام الشخصي، وانا كنت جايباه ساعتها لان انا كنت لسه بتعلم، فما كنتش عايزه اجيب الكبير واتعلم فيه، احسن ابوظه او الله اعلم كنت هشتغل ما كنتش هشتغل، ما كنتش لسه مقرره، فجبت الشخصي. وانا فعلا ما اشتغلتش كتير، اشتغلت حبه قليلين وبعد كده وقفت شغل لان انا ظهري تعبني فما بقدرش اشتغل. فالجهاز اللي هو الشخصي ده نفعني، انا ما بستخدموش غير لنفسي فنفعني. دلوقتي بعد ما زقيت الجلد لورا بالمبرد، رشيت عليه كحول وبنضفه بالمنديل. ودلوقتي جبت القصافة دي بتاعة الجلد الميت وبدأت اشيل الجلد الميت اللي طلع معايا بالمبرد، يعني المبرد بين لي الجلد الميت. دلوقتي هبدأ اقص. انا ما كانش عندي جلد ميت كتير لان انا بعمل الحكايه دي كل مره باجي اعمل فيها ضوافري بشيل الجلد الميت، فما عنديش جلد ميت كتير، او الكيوتيكل عندي يعني نظيفه، مش ما فيهاش جلد ميت كتير. بعد كده بالمبرد وبدأت ابرد الضوافر واظبط الشكل بتاعها، وبعد كده من فوق كده هبدأ اخشن الضافر واشيل اي بواقي كانت لسه موجوده من البيز وبواقي الجيل بولش القديمه زي ما انتم شايفين كده. سعر المبرد الكهرباء اللي وريتهولكوا في اول الفيديو ده انا كنت جايباه ب150 جنيه، يعني ممكن بعد ارتفاع الاسعار يكون سعره زاد حاجه بسيطه، في حين ان البروفيشنال كان سعره معدي 850 جنيه. وزي ما انتم شايفين كده انا عندي في ايدي الشمال دي في ضفرين بس فيهم سن الضفر يعني طوال شويه، لكن الباقيين كلهم مقصوصين، فانا الباقيين هعمل فيهم اكستنشن بالهارد جel، لكن اللي هم الطوال دول مش هعمل فيهم اكستنشن. بعد ما كده ما نضفت كل الكيوتيكل او الجلد اللي حوالين الضافر، رشيت عليه كحول عشان انضفه. ودلوقتي هنبدأ بقى في الخطوات بتاعه الهارد جel. اول حاجه بحط البرايمر، والبرايمر ده عشان يخلي الضفر ما يبقاش دهني ويطرد الجيل بولش او الهارد جel اللي هتحطيه. يعني من الاخر البرايمر عامل زي البرايمر بتاع الميك اب بالظبط، يعني بيخلي كل الحاجات اللي هتحطيها بعد كده تثبت. النوع البرايمر اللي انا بستخدمه ده اونو، من الانواع النظيفه يعني اللي موجوده. بعد كده هحط البيز، والبيز انا بحط منه 2 كوش، يعني بحط كوش وبدخله الجهاز بتاع اليوفي ينشف، وبعد كده برجع احط كوش تاني. الكوش بتاع البيز لازم يكون خفيف خالص، ما يبقاش طبقة تخينة عشان تقدر الاشعة بتاعة الجهاز بتاعة اليوفي تنشفه كويس ما يكلكعش منك. الخطوات اللي بعد كده كلها هتبقى بتتنشف في الجهاز. الحاجة الوحيدة اللي ما بتبقاش بتتنشف في الجهاز هو البرايمر، هو بينشف لوحده في الهواء، لكن باقي الطبقات هنبقى بننشفها في الجهاز. فأي حاجة هتتنشف جوه الجهاز لازم تكون الطبقة بتاعتها خفيفة عشان الأشعة تقدر توصل لكل الطبقات يعني، وتنشفها كويس، ما يبقاش عندك حاجة مش ناشفة كويس فتخلع. تمام. انا دلوقتي عملت الكوش التاني ونشفته في الجهاز. دي بقى اللي انا ماسكاه دلوقتي، ده الخامة بتاعة الهارد جel. الماركة اللي انا بستخدمها من الهارد جel اسمها سيليكار.
اول حاجه هعمل الصباعين اللي هما اللي مش هعمل فيهم اكستنشن. الفرشه اللي في ايدي دي عقمتها الاول بكحول، وببقى مغرقاها كحول عشان الماده ما تلزقش على الفرشه، لان هي الماده بتبقى بتلزق شويه. بملى الاول كاني بحط مانيكير عادي على الضفرين اللي انا مش هعمل لهم اكستنشن، مش هزود في طولهم، هما هيبقوا على نفس الطول. زي ما انتوا شايفين كده حطيت طبقة، ومش طبقة سميكة يعني، طبقة خفيفة من الهارد جيل، وبعدين هنشف الصباعين دول بس لوحديهم. بعدين ابدأ اعمل الصوابع اللي هيبقى فيها اكستنشن، هعمل كل صباع لوحده وانشفه زي ما هوريكم دلوقتي. جهاز اليو في اللي انا بستخدمه ده 72 واط، وده بروفيشنال يعني هو ده بتاع الشغل، وده اللي بيجيبوه الناس اللي بتشتغل. بس تقدري تجيبي برضو في منه بيبقى حاجات للاستخدام الشخصي، بيبقى سعرها اقل، وممكن تكون اقل من 72 واط. اللي عندي ده 72 واط، ده بتاع الشغل. دلوقتي هبدأ اعمل بقى الضوافر اللي هعمل فيها اكستنشن او هطول يعني في الطول بتاعها. واللي في ايدي دي الستيكر ده ببني عليه الهارد جيل، يعني هو اللي بسند عليه الهارد جيل، الخامة بتاعة الهارد جيل لحد ما تنشف. المهم ان انا بجيبها وبلزقها كده على ضفري بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وبعدين ببدأ احط الهارد جيل اللي بحطه في الاول على الضفر نفسه، وبعدين ببدأ امد الخامة بتاعة الهارد جيل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط في الفيديو، ببدأ امدها لبره على الستيكر ده بقى بيبقى مترقم ومتخطط كده زي ما انتوا شايفين بمقاسات، تقدري تطولي بقى لحد المقاس اللي انت عايزاه. ومش مهم خالص وانت بتعملي في الاول ان الشيب يكون مظبوط، لانك بعد كده بتظبطي الشيب وتبداي تبرديه وتغيري من الشكل. بعد ما شلت الستيكر برجع برضو بالفرشة بتاعة الهارد جيل، وفيها كمية قليلة جدا، بعمل مش عايزة اقول طبقة تانية، بس يعني بشوف الحتت اللي محتاجة ان هي تتزود او كده، وامشي عليها تاني على خفيف خالص، يعني طبقة خفيفة جدا مش زي الطبقة الاولانية. وبعدين برضو هنشفها في الجهاز. بحاول وانا بفرد على قد ما اقدر ان الهارد جيل يبقى ناعم، ما يبقاش مكلكع. في الغالب بيبقى عندك فيه مطبات، حتى مهما كنتي بروفيشنال او اشتغلت كتير بيبقى فيه مطبات، واحنا بنضطر بعد كده نبردها. لكن بنحاول على قد ما نقدر. انتوا كل ما تشتغلي هتلاقي ايدك اخدت وبدأتي تنعميه يبقى ناعم معاكي، والمطبات اللي فيه بقت اقل. المهم انا عملت كده الصباع التاني، وهعمل اخر صباع اللي هو التالت الصغنن برضو اهو عملته، وبعدين نشفته. انا اختصرت في الحتة دي بس لان هو نفس الخطوات اللي عملناها في الصباع اللي هو التخين ده، هو اللي عملناه في كل الصوابع. بعد كده رشيت عليه كحول عشان يشيل الطبقة الملزقة، لان زي ما قلت لكم الهارد جيل بيبقى ملزق شوية كده، فبشيل الطبقة اللي بتلزق دي بالكحول. وبعدين جبت المبرد وبدأت بقى اظبط الشيب بتاع الضوافر، بعملها بالشكل اللي انا عايزاه. ولو لاحظتوا انا مش مكبره قوي في الاكستنشن، مش عاملاه طويل قوي، لان انا كنت عايزاهم بس يبقوا متناسقين مع ضوافري اللي هو طولها الطبيعي. مش عايزه اعمل طول اوفر يبقى اللي انا عامله لهم اكستنشن طوال قوي، واللي انا مش عامله لهم اكستنشن قصيرين، فاهمين؟ انا بس عايزه الاطوال تبقى متناسقه. المهم ان انا بعد ما ظبطت الشيب بتاع الضافر برجع اخشن من فوق زي ما قلت لكم، عشان لو في اي مطبات في الهارد جيل تتساوى. يعني انا الحركه بتاعه التخشين اللي انا بعملها فوق الهارد دي من فوق، عشان اساوي الضافر يبقى فاهم كله سوا واحد، ما يبقاش عندي مطبات. وبعد ما بخلص برد كده وتخشين بروح بجيب الفرشة، هي عاملة زي فرشة ميك اب عادية، حتى ممكن تستخدمي فرشة مكياج عادية تكوني ما بتستخدميهاش، المهم تكون ناعمة، وبنفض بيها البرد اللي بيطلع. وبعد كده بكمل كل الضوافر بنفس الطريقة، وبعدين برش كحول وانضف بالمنديل. الحركة بتاعة الكحول دي تخليكي حتى بعد كده تشوفي يعني هو اتساوى خلاص تمام ولا لسه في حتت تاني مطبات او كده. المهم بعد كل ما خلصت كل البرد والتخشين، دلوقتي هنبدأ في التلوين. الديزاين اللي انا مختاراه ده من اسهل الديزاينات، وهو كمان ترندي، يعني الحاجات اللي فيها خطوط دي طالعه موضه، وطبعا انت تقدري تغيري في الالوان زي ما انت عايزه. عملت ايه؟ اخدت اول حاجه اللون الازرق اللي هو الزهري ده، وبدات اعمل بيه زي مثلث في اخر الضافر او في جنب الضافر زي ما انتم شايفين كده بالفرشه بتاعه الرسم. فرشه تكون رفيعه كده عامله زي فرشه الايلاينر،
رفيعه، وبعدين برسم زي مثلث، بس مثلث يعني شكله عشوائي شويه، مش مثلث مظبوط قوي يعني، فاهمين؟ الاشكال على فكره اللي بتبقى عشوائيه دي بتبقى اكتر اشكال شكلها ظريف. بعد كده بعد ما خلصت اللون الازرق، في الاول لو في اي زيادات طلعت منك على الجلد او كده بنضفها وبشيلها كويس، وبعد كده ابدا انشفه في الجهاز بتاع اليو في. بعد كده اخدت اللون الابيض ورسمت بيه خط يعني يعتبر موازي للخط بتاع المثلث، فاهمين؟ بالجنب كده من فوق لتحت، وبرضو خط عشوائي، مش خط مستقيم، خط متعرج كده. هوريكم دلوقتي، بصوا، خط متعرج كده من فوق لتحت برضو بشكل عشوائي. وبرضو كل لون هحطه هنشفه في الجهاز، بعد كده ارجع اكمل. اخدت اللون السيلفر بعد كده وبدأت اعمل خط بالعكس، عكسهم في الاتجاه العكسي. يعني بأمانة ديزاين سهل جدا وبسيط جدا ومفيش ابسط من كده، وفي نفس الوقت شكله طالع شيك. الالوان اللي انا مستخدماها والخامات كلها معظمها من ماركة اونو. قولولي لو عايزيني اعمل لكم فيديو عن الخامات والماتيريال كلها ايه اللي بتستخدميه وكده. المهم بعد ما نشفت كل الالوان دلوقتي هحط التوب كوت. التوب كوت ده بتبقى طبقة شفافة كده، يدوب بيدي لمعة وبيثبت باقي الحاجات. بحط منه طبقة خفيفة كده وبقفله كويس من تحت، من اخر الضفر ومن الجناب، وبتأكد ان هو ما يجيش على الجلد، لان اي حاجة هتيجي على الجلد بعد ما تنشف هتاخد كل الطبقات وتطلع. فانا بهتم ان الجلد ما يجيش عليه اي طبقة من الطبقات دي. بس كده يكون الديزاين خلص بعد ما نشف التوب كوت. يبقى كده خلص. قولولي رأيكم ايه، عجبكم ولا معجبكوش؟ ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو، هستنى رأيكم في الكومنتات. باي باي.